تعالوا معايا النهاردة أقول لكم على طبق جميل، لحمة كده متحمرة شرايح بالبصل والبهارات. تحميرها جميل، طريقتها جميلة جدا زي كباب الحلة، بس هي شرايح جميلة جدا، الكل بيعشقها والكل بيحبها. اتمعنوا كده وشوفوا الطبق بتاعي، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا، رائع ورهيب، حلو جدا في العزومات، رهيب رهيب، مفيش حد ما بيحبوش وما بيعشقهوش. تعالوا بقى نشوف مكوناته. عندي 3 قرون فلفل، وعندي بس 3 بصلات و3 طماطمات وتوم، وعندي كمان ورق لورا وحبهان ومستكة، شوية بهارات خشنة وروزميري اللي موجود عندك، وقرنفل. وجبت عندي برضو بهارات ناعمة، فلفل اسود، بهارات لحمة، وجبت عندي حبة فلفل اسود وحبة جنزبيل صغيرين، مع شوية بهارات تانية مكونة من الثوم والكمون والبصل البودر. حضرت بقى كله وجبت مقلاية كده، المقلاية الزهر بتاعتنا، وحطيت فيها معلقتين من الإدام، زيت الزيتون، معلقتين اللي هما كبشتين. وبدأت أحط فيها اللحمة وأحمر زي ما انتوا شايفين كده. حمري بقى لغاية وخليها، أنا عايزة التحمير فيها يبقى جامد زي ما انتوا شايفين كده، عشان خاطر يعمل معايا جيمي جلاس للحمة جميل جدا. الصوص بتاعها يبقى تقيل وحلو ورائع رهيب مع بقية المكونات. وكل اللي اتحمر اركنيه كده على جنب في المقلاية. لما المقلاية تتزحم ابقي طلعيه بره، وبعدين بعد ما تحمري يبقى فاضل قطعتين لحمة، حطي البصل وحمريه. اللحمة طلعناها والبصل لسه بنحمر فيه. وبصي، وانا شلت المقلاية كلها وحطيت مقلاية تانية، وصفيت فيها شوية الزيت، وحطيت فيها البصل يكمل تحمير. ليه؟ انا عايزة احافظ على الجيم الجلاس بتاعي ما يتحرقش. وحمري في البصل كويس، وانزلي بقى مع البصل بالبهارات، مع حبة الإدام اللي احنا نقناهم اللي فيهم طعم اللحمة. يا خبر أبيض، حيواد خلي معاكي اللحمة بتاعتك في حتة تانية خالص. البهارات الخشنة دي اللي هي بتاعت الكبسة رهيبة جدا. كل مرة بعمل معاكم الأكلة بعملها بتتبيلة جديدة بطريقة جديدة، ودي خلي بالكم منها، وخلي بالكم التريكات والحركات، وأقسم بالله العظيم دي بتاعة الفنادق الكبيرة والمطاعم اللي بتطلع نكهة الأكل. كل مرة تاكليها تحسي فيه تغيير بين مطعم ومطعم. وما تنسيش تحمري اللحمة كويس، أيوة أنا عايزاها محمرة كده. بعد كده بقى نحط عليها الحاجات بتاعتنا كلها، هتبقى رائعة جدا. رجعت اللحمة بقى فوق البصل وفوق البهارات، وبقلب فيها زي ما انتوا شايفين. انا لازم اقول لكم كل حاجه بمصداقيه. وابدأي بقى نزلي ال3 فصوص توم، ال3 طماطمات، ال3 قرون فلفل، وبرده اديهم تشويحتين كويسين مع اللحمه والبصل والدنيا. وبعدين اديهم يلا شويه الميه. الميه دي حوالي رتل ونص، رتل ونص، يا دوبك الميه تغلي. تبدأي بقى توطي عليها. بصوا بوريكم بقى الشكل كده، لوحة فنية جميلة جدا. في الوقت ده بتنزلي بالبهارات، احنا لغاية دلوقتي ما حطيناش ملح. بتنزلي بالبهارات اللي انا قلتلك عليها في الاول. ما تنسيش الثوم البودر، البصل البودر، وشوية الكمون. اللحمة يتحط عليها كمون، ايوه يتحط عليها كمون، لان البصل اللي موجود دلوقتي في السوق كبير شوية، ما عنديش بصل قوارمة، فعشان كده لازم احط شوية كمون عشان خاطر البصل يبقى نكهته جميلة مع اللحم، مع الفلفل الاسود وبقية بهارات اللحمة والحاجات دي. التركات اللي بقول لكم عليها دي مش هتلاقوها في اكبر المطاعم يا جماعة. ايوه كده، خليكم معايا كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، بدأت تخش في السوا، والسوائل بتاعتها الرتل ونص. بصوا على نار هادية وموطين عليها، بدأت بقى تبان. واللحمة اللي كانت محمرة خالص دي بقت طرية وجميلة. وبصوا برضو بحركها كده عشان اتأكد ان هي ما لزقتش ولا اي حاجة. وخلاص كده، والبهارات والملح كده اغرفها، وتبقى عندي بالشكل والطعم الرهيب. يا الله، يا قلبة يا قلبة على الطبق ولا الريحة. بصوا اعملوها وعلى ضمانتي، رهيبة جدا، جميلة وشهية ورائعة جدا.